مبسوطين ان انتوا معانا النهارده. النهارده يوم بيبقى يعني بعمله مره في السنه، بيبقى لطيف مجهد شويه بس لطيف يعني. ويمكن لما تكملوا معانا بقيه اليوم تعرفوا هو ليه لطيف وهو ليه مجهد يعني. بس عايز اقول لكم على حاجه في الاول. في جمله كده مره سمعتها وقفت عندها وغيرت فيا حاجات كتير. بتقول ايه؟ الجمله بتقول: عرفت نفسي فعرفت الله. عرفت نفسي فعرفت الله. الجملة لخبطتني. يعني هو أنا محتاج أعرف ربنا فأعرف نفسي، ولا إيه الأول؟ يعني أني فيهم يجي قبل التاني؟ وبعد كده لقيت إنه ممكن أسمع كتير عن ربنا، لكن إن أنا أعرفه بشكل مباشر وبشكل شخصي ده بيحتاج إن أنا أعرف نفسي. بعرف نفسي فيها، أعرف إيه في نفسي؟ بعرف إمكانياتي اللي هو اداها لي، بعرف مواهبي، بعرف طاقاتي، بعرف قدراتي، بعرف قدرتي كمان على التحكم في نفسي، التحكم في مشاعري، التأثير في الآخرين. كلها حاجات هو اللي ادهاني. عارفين عامل الموضوع عامل زي ايه؟ زي يكون حد ساب لك ورث كبير جدا، يعني قصر مثلا فيه 200 أوضة، وكل أوضة فيها أنواع مختلفة من المنفعة، وانت قررت تحبس نفسك في أوضة واحدة وتقول ايه؟ انا ما عنديش حاجة، ما هلتيش حاجة. التمثيل بيعرفنا نفسنا. من اجمل الحاجات في التمثيل هو بنقول عليه السيلف اويرنس، انك تبقى عارف نفسك، فاهم نفسك. ساعات بنطلب من اللي قدامنا يفهمنا واحنا مش فاهمين نفسنا، بنطلب من اللي قدامنا يعرفنا واحنا مش عارفين نفسنا. فاجمل حاجه حببتني في التمثيل وتدريب التمثيل هو انه بتعرف نفسك، تفهم نفسك، تعرف امكانياتك، تعرف مواهبك، تعرف طاقاتك، تعرف ازاي يكون ليك سلطان على مشاعرك مش العكس، سلطان على قدرتك الجسدية مش العكس. فالتمثيل دايما معني بانك تفهم نفسك وانك تشتغل على نفسك، وهو ده اكتر حاجه بنحب اشتغل عليها في ورش التمثيل، بخلاف حرفيه التمثيل بقى، انه ازاي تلعب على المسرح، ازاي تلعب قدام الكاميرا، ازاي تلعب ورا الميكروفون. فانا بقول الكلام ده علشان في مفهوم محدود شويه عند الناس، انه هاخد ورشه تمثيل لو انا هشتغل ممثل. لا، الموضوع اكبر من كده. هو اكبر هديه ممكن تعملها لنفسك انك تتعلم تمثيل، بغض النظر هتعمل ايه، بغض النظر ايا كان شغلك. الموضوع هيفرق جدا. هتكون تحكم في صوتك، عارف تعبر بيه، فاهم الناس، بتعرف تسمع. كل السوفت سكيلز اللي هي بقت حاجه اساسيه في الشغل، التمثيل بيعملها سموثلي كده، من قبل حتى المصطلح بتاع السوفت سكيلز ده ما ينتشر يعني عندنا. النهارده بنقدم مسرحيتين: مسرحيه نتاج ورشه الاطفال هنشوفها دلوقتي، ومسرحيه كمان نتاج ورشه الكبار. وفي الاخر هنستلم يستلموا شهادات التخرج وكده. اللي انا هرجوكوا يعني فيه انه عشان اليوم يبقى لطيف وكلنا نستمتع بيه، هو الهدوء. لانه الاطفال لسه فيرست تايم ستيج، قلقانين شويه طبيعي، والكبار برضو بيبقوا قلقانين طبيعي. فلو هم كمان وفي منهم صوتهم واطي طبيعي، فاحنا عايزين نساعدهم مش بحاجه خالص غير ان احنا نسمعهم الشويه اللي هم هيقدموا فيهم دول. هنشوف فيديوز سريعه جدا جدا جدا، 5 دقائق عن الورشه، وبعد كده نبدا على طول. ميرسي ليكم. انا مايكل تدرس، ممثل ومخرج ومدرب تمثيل. شكرا.